المطبلات زميلك في الشغل مش بس بيطبل للمدير، لا ده كمان بيبعت ايميلات بيطبل فيها كمان. فاحنا النهارده هنتكلم عن ايميل التطبيل. ده الايميل اللي تحس فيه فجأة ان انت بقيت بطل قومي، كلمات مدح مبالغ فيها وكأنك اكتشفت علاج جديد ينقذ البشرية. انا عايز اعرف فيه ايه. وصاحبنا بقى التطبيل بتاعه ليه درجات، اولها انه يبعت لك ايميل تطبيل بشكل صريح، فتلاقيه بيقول لك حضرتك نموذج يحتذى بيه في القياده، انا بعتبرك مثل الاعلى. مثل الاعلى في ايه؟ في بقى التطبيل المبطن من تحت لتحت، ده بتلاقيه بيقول لك كلماتك وتوجيهاتك بتكون مصدر الهام لينا، الهام. وممكن يبعت ايميل يعمل ايه؟ قال ايه؟ بيمدحك وهو اصلا عاوز مصلحه. يا لئيم انت لئيم. هتلاقيه بيبعت لك ايميل بيبدا بفضل اشرافك العبقري انا متاكد ان انت هتوافق على الطلب البسيط. طب مش موافق بقى وتقلق اكتر لو الايميل بدأ بالجملة اللي هقولها لك دي: إلى السيد المحترم صاحب الأفكار النيرة. نيرة؟ من الآخر إيميل التطبيل ده ماشي بمبدأ الساندوتش تكنيك، بداية حلوة ونهاية جميلة وفي النص يا إما طلب يا إما خازوق. يا ستار يا رب. فخلي بالك اوعى يغرك جسمك من كمية التطبيل، وأنا برضو مش هسيبك محتاس مع الإيميل ده، فهقول لك ترد إزاي. رد بمهنية. مش محتاجة حاجة يعني. شكرا على كلماتك اللطيفة، خلينا نناقش طلبك في الاجتماع بعد العيد بقى إن شاء الله. وخلي بالك لازم تفك الشفرة بسرعة، يعني تسأل نفسك هو بيطبل لي ليه؟ عايز إيه؟ آخر حاجة بقى ودي مهمة جدا، اتجاهل لو التطبيل زاد عن اللزوم. لو المدح زاد اقرا، ابتسم، اقفل الايميل. عاوزك تسمع كلامي كويس لان انا بخاف على مصلحتك، انت وراك يا ابني شغل كتير ومحدش بياكلها بالسهل. انا عايز اساعدك والله، انا بحب الشباب اللي زيك.